السلام عليكم، مرحبا بكم كاملين، إن شاء الله تكونوا كامل مهنيين وفرحانين، وأهلا بكم. اليوم راح نشارك معكم وصفة من الزمن الجميل، وهي حلوى الماربل أو قاطو الماربل، وهي يعتبر من الحلويات القديمة اللي كنا نخدموها بكري. حلوى من الحلويات الجافة الاقتصادية، نخدموها بالزيت برك، ما فيهاش مكونات ياسر، وفي نفس الوقت تقطع كمية كبيرة. كملوا معايا الفيديو للآخر راح تكتشفوا معايا الوصفة، المقادير مع طريقة التحضير. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. كما راكم تشوفوا هنايا أنا راني كيلت معاكم هنايا بالكاس نتاع لاتاي. كل كاس اتاي تبعو حبة بيض. هنا درت 4 كيسان اتاي سكر ناعم مع 4 كيسان اتاي نشاء. خليت هذه المواد الجافة على حدة، ونجي نخلط 4 بيضات مع 4 كيسان اتاي فيهم الزيت. وهذه هي الوصفة اللي كنا نخدموا بها في القديم. كما هاك رايحة ندير رشة ملح مع مغرف صغيرة فانيليا، نخلط مليح هذاك البيض مع الزيت حتى يثقل الخليط ويولي عبارة عن مزيج واحد. وفي هذه المرحلة نبدأ نضيف في المكونات الجافة. كما راكم تلاحظوا هنا في الفيديو اللي هي السكر الناعم مع المايزينا. نبدأ نخلط فيها مليح، وانا هنا استعملت الفوي وخلاص. نقدر نستغني، تقدري تستعملي الخلاط الكهربائي كما تقدري تستغني عليه. كما راكم تلاحظوا هنا جبت كاس فرينة، ضفت لها 1 خميرة كيميائية وزن 10 غرام. كما راكم تلاحظوا قربلتها. لازم نهوي الفرينة وانا نضيف فيها، ونخلط هذيك الفرينة مع الخميرة الكيميائية مع المزيج الأول. ونقسم هذا الخليط على 2. كما راكم تلاحظوا الفيديو. ونبدأ نضيف الفرينة للجزء الأول من الخليط، ونبدأ نجمع فيه بيدي. كما راكم تشوفوا هنا راني مانيش نعجن فيه، راني نجمع فقط بأطراف الأصابع. وهذه الملاحظة اللي دائما نكررها، انه لازم ما نعجنوش القاطو باه ما نخرجوش هذاك العلك اللي يولي في الفرينة، خصوصا اذا كانت نوعية الفرينة مش من النوعية الجيدة. كمية الفرينة ما قدرتش نميزها لكم على حساب نوعية الفرينة اللي تستعمليها. ملاحظة لازم تخلي هذاك الخليط شوية يتلاصق، باه من بعد كي تخليها تريح راها تشرب وما يجيش القاطو تاعك يابس. المزيج الثاني ضفت له الكاكاو، عذر الكراميل اختياري. ونبدأ نضيف الفرينة. نفس الملاحظة تاع الفرينة اني نضيف الفرينة بحذر. اذا نشفت القاطو تاعي او العجينة تاعي ياسر رايحة يجيني القاطو يابس، خصوصا القاطو تاع الزيت والقاطو اللي يولي فيه الكاكاو. كما تعرفوا الكاكاو ينشف العجينة. كما راكم تشوفوا النتيجة كيفاه تولي طرية ولينة. هنا راني غطيتها بلاستيك غذائي، فيلم غذائي، وخليتها تريح على حدة مدة نصف ساعة. نقسم كما شفتوا العجينة على 2، العجينة البيضاء، ونطرحها مليح بين بلاستيك غذائي. انا درت هنايا الساشي تاع الخبز، ونديرها على شكل مربع، ونفس الطريقة رايحة نطبقها على العجينة الثانية، ونحاول نديرهم نفس السمك، نفس الارتفاع، ونفس الطول والعرض، باه لما نحط العجينة على خدها يجو كيف كيف كما راكم تلاحظوا بالفيديو. وهذه المرحلة مهمة، لازم نزيد نبسطها بالحلال باه هذيك العجينة تزيد ترقق شوية، ونحاول نعطي لها شكل مستطيل أو مربع. نقلبها على الناحية الثانية باه تجيني العجينة البيضاء هي اللي من تحت، والعجينة اللي بالكاكاو هي اللي من فوق. كما راكم تشوفوا نبدأ ندور في ذيك العجينة، نرولي فيها مليح
نقسم هذاك العجينة اللي درتها على 2، نتحصل في النهاية على 2 حرابيش، الحربوش الأول والحربوش الثاني. هذه فقط في نصف العجينة الأولى. في النهاية راح نتحصلوا على 4 نقدر نقطع بهم كمية كبيرة تاع الكاطو. كما قلت لكم وصفة تقليدية قديمة كنا نخدموا بها بكري، في نفس الوقت تعتبر من حلويات الزمن الجميل. كما راكم تشوفوا نبدأ نسكر في هذاك النهاية تاع العجينة باه ما تتفتحليش العجينة، ونبدأ نخدم فيها بحذر. تنساوش بلي العجينة طرية وممكن تتقطع لكم العجينة. نبدأ نشكل في هذا الحربوش. كل حربوش يقدر يقطع لي 10 حبات. في النهاية يقطع لك هذه العبرة تقطع 40 حبة. في هذه الأثناء راني مسخنة الفور على 180 درجة. كما تقدري تخلي هذا الكاطو تاعك يريح واحد ساعة أو ساعتين ومن بعد تطيبيه باه يحافظ على الشكل تاعو أكثر وأكثر. راك تشوف الشكل النهائي. نديرو طيب ونحمرو شوية من فوق، ما نخليهش أبيض كما راكم تلاحظوا. وهذيك حبيت نشارككم من ذاك حلويات من الزمن الجميل عبر سلسلة حنين. ماهيش كلش نخدموه بالبريستيج والأدوات المستعملة حاليا في الكاطو. في كل يوم راح تخرج مول جديد وأشياء جديدة للديكور وللتزيين. هنا جبت كلاصاج درته بالسكر كلاصي مع الحليب وشكلت به هذا الخطوط، وهذا هو الشكل اللي كانوا يخدموا به. حلوة بسيطة كنا نخدموها في الأعياد في المناسبات، سهلة وتقطع كمية كبيرة. نتمنى أنكم تسجلوها أو تماركوها للحلويات العيد إن شاء الله. وكما قلت لكم تعتبر من الحلويات البسيطة. هنا خليتها نشفت بعد ما درت لها هذاك الكلاصاج وهذاك التزيين، ونبدأ نحبي هذاك الفائض تاع الشوكولا. وهذا هو الشكل النهائي تاع الحلوى تاعنا، حلوى الماربل من حلويات الزمن الجميل الرائعة. إن شاء الله في الأعداد القادمة في كل مرة راح نشارككم حلوى من الحلويات